ممكن تأسس ازاي الموظف ليه يقدر يدخل ولا لا في الشركه دي، شركه مساهمه، شركه متضامنه، شركه فرديه وهكذا. بيساعدك في اجراءات التأسيس. بنقدم حزمه اخرى من الخدمات الفنيه الخاصه بان حضرتك اصلا لو عندك شركه وعايز تعمل شراكه مع شركات اخرى بنقدم لك خدمه. كمان لو حابب تعمل شهادات استيراد وشهادات تصدير، الشهادات دي جديده عندنا، شهادات استيراد لمده 3 سنين وشهادات تصدير برضه لمده 3 سنين. عندنا الاهم من كل ده حاجه اسمها الخريطه الاستثماريه. الخريطه الاستثماريه بدات في 2021. الهيئه تم اطلاق حاجه اسمها الخريطه الاستثماريه. طبعا احنا شايفين الثوره التكنولوجيه دلوقتي ما بقاش حاجه اسمها حضرتك لو حابب انك تاخد ملكيه ارض او تعرف ايه الفرصه الموجوده عندك في محافظه سوهاج او اي محافظه اخرى حضرتك ساكن فيها، مش لازم تروح المنطقه الصناعيه وتتعب، لا انت تفتح الكمبيوتر. وطبعا احنا كلنا دلوقتي بقينا معانا موبايلات ونقدر نكتب كلمه الخريطه الاستثماريه هتجيب لك كل بيانات المحافظه بتاعتك وكل الحوافز اللي موجوده. يعني انت عايز حته ارض موجوده في مثلا في الكوارث، هتشوف المطار بتاعها فين، طرق النقل موجوده ولا لا، فيها خدمات فنيه ولا لا، وهكذا. فبتجيب لك كل هي بوابه الكترونيه شامله التفاصيل عن اي فرصه حضرتك عايزها، مش محتاج تتحرك من مكانك. وكمان التسجيل بتلك الفرصه بيكون الكتروني وبشكل بسيط جدا. النائبه رؤية قالت حاجه مهمه جدا، بتقول دلوقتي الدوله بتدعم الشباب وبتدعم العمل الحر. من 2017 بدات اطلقت الهيئه العامه للاستثمار حاجه اسمها فكرتك شركتك، بتدعم اصحاب الافكار والمشاريع. يعني ايه اصحاب الافكار؟ يسموهم رواد اعمال. رواد اعمال يعني شباب او غير شباب عندهم افكار في دماغهم بس محتاجين دماغ حضرتك. تيجي تقول لي انا عايز فكره، ودي حاجه اسمها اداره فكرتك شركتك. انا عندي فكره ومحتاج دعم فني، محتاج حد يقول لي اعمل ايه، ابدا ازاي. هنبدا ندرس مع حضرتك الفكره ونعلمكم حاجه اسمها شبيه دراسه الجدوى في المشاريع الصغيره والمتوسطه، حاجه اسمها البيزنس موديل نموذج العمل التجاري. تتدربوا عليه في خلال 6 شهور، بيكون معاك شركه، بنخلص لك كمان بنساعدك في تسجيل الشركه دي عندنا واصدار كل الترخيص الخاصه بيها. وكمان بنقدر نشبك حضرتك مع المستثمرين خارجيين يقدروا يساهموا معاك بنسبه 12% من الشركه الخاصه بتاعتك. دي حاجه اسمها رياده الاعمال اللي هي الدوله كلها مهتمه بيها، وتحولت اسمها الى الاقتصاد الجزئي، لان هي خلاص بقت رواد الاعمال اصحاب الافكار الجديده او افكار قديمه تم احيائها مره اخرى. دي كمان نسبه الربح فيها 500%. يعني نسبه الربح في المشاريع الصغيره والمتوسطه 100%. البقال، الجزار، الخياط، اللي بتعمل ملابس وهكذا 100%، نسبه كبيره. ولكن نسبه الربح في رياده الاعمال الافكار الجديده خالص دي 500%. يبقى الدوله بتدعم العمل الحر. اذا كنا بنتكلم على المحور الاقتصادي فهو محور مهم جدا. الدراسات بتقول ان بعد 7 سنين من دلوقتي مش هيكون في اي وظائف حكوميه، وبالتالي الدعوه للعمل الحر ان يكون عندك فكره، يكون عندك مشروع خاص بيك.